من اللحظة دي بدأت أراقب أحلام وأركز في كل تصرفاتها. بقيت أفتح شباك أوضتي وأعمل نفسي بتكلم في التليفون وأنا براقب بلكونتها. مرة لمحتها بتعمل نفسها بتنشر غسيل، بس عينيها كانت متثبتة على شباك أوضتي اللي كان مفتوح. الشك اتحول ليقين أسود. يا ترى إزاي؟ وهل ده معناه إن خصوصيتي مفيش؟ اليوم اللي انفجرت فيه القصة كان يوم عادي. كنت خارجة ونسيت مفتاحي، وأنا بتكلم في التليفون بصوت واطي عن مشكلة في الشغل لمحت باب شقة أحلام اتقفل فجأة وبسرعة. حسيت بقلبي بينقبض. تاني يوم الصبح وأنا بكنس السلم لقيت حاجة بتلمع تحت عتبة باب شقتها. قلبي دق بسرعة رهيبة. كان جهاز صغير، جهاز تنصت في بيتي. إزاي أحلام عملت كده؟ وإيه السبب؟ الحقيقة اللي اكتشفناها صدمتني. استنوا الجزء الرابع عشان تعرفوا كل حاجة.